سلام، معكم ابتسام. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ابتسام انسباير. اليوم جبت لكم قصة شخصية مهمة بزاف بالنسبة ليا، واللي حتى نتوما اكيد داز عليكم نفس السؤال او يمكن غادي تدوزو عليه، هو واش ندير اداب ولا علوم. اول حاجه كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم اي فيديو نزلتو. ودابا يلا نبداو. بمعدل فوق 14 كان كلشي كيتوقع انني نختار شعبه علميه، والقسم اللي قريت فيه كامل اختار علوم حتى بمعدل 10، وكنت انا الوحيده اللي اختاريت اداب. دابا غادي نعاود لكم شنو كان في بالي وعلاش اختاريت هاد الطريق وشنو تعلمت منه. فاش وصل وقت التوجيه بداو الناس اللي في المحيط ديالي كيتسائلوا واش غادي ديري علوم، راه عندك معدل كبير، حشو ما تضيعيه. الادب لا، العلوم حسن، عندهم مستقبل حسن. وكنعترف لكم حتى انا بديت كنحس بالضغط في هذيك اللحظه، بحال الى الاختيار ماشي ديالي. ولكن جلست مع راسي وسولت راسي سؤال بسيط: شنو هما الحوايج اللي كنبغي فعلا، وشنو هما المواد اللي كنحس راسي مرتاحه فيهم وكنبدا فيهم. واش نختار الطريق اللي الناس الاخرين كيشوفوها صحيحه، ولا الطريق باش نكون مرتاحه وسعيده مع راسي؟ الجواب كان واضح بالنسبة لي، وعندي قناعة أن المواد الأدبية هي العالم ديالي، وفيها كنحس براسي قريبة للفكر، للكتابة، للتعبير والقراءة والفلسفة، بحكم أنه كيعجبني نقرأ كتب فلسفية واخا ما عنديش في المقرر الدراسي، وكذلك التاريخ. واخا عندي معدل مزيان، فهمت أن الحياة ماشي سباق ديال الأرقام، بل سباق ديال شنو كتبغي وشنو هو الشغف ديالك وشنو المجال اللي انت قادر تعطي فيه كتر. كنقولها بكل قناعة، ماشي ضروري اللي عنده نقطة مزيانة يمشي علوم، ولا اللي النقاط ديالو متوسطة يمشي آداب. الاختيار الحقيقي هو اللي كيعبر عليك وعلى شخصيتك وعلى المستقبل اللي بغيتي تبنيه لراسك. هذا الفيديو رسالة لأي واحد اليوم محتار: ما تخليش المحيط اللي داير بيك يقرر في بلاصتك، وما تخليش الضغط يخوفك. خذ القرار اللي يريحك انت، واللي فيه الشغف ديالك، واللي كتشوف فيه راسك بعد سنوات. انا ابتسام واخترت آداب وفخورة بهذا القرار لانه كان من القلب ومن العقل كذلك. كتبوا لي في التعاليق واش نتوما علوم لا آداب، واش حسيتوا بشي ضغط في الاختيار، وشنو رايكم في هذا الموضوع. زائد ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وكنقول لك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبه، ابتسم، تعلم وغير حياتك، وخذ القرار اللي يناسبك انت ماشي الناس. نشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.